تعرف ان رمضان ممكن يبقى فرصة عظيمة ليك تعمل بيزنس جديد او تكبر البيزنس بتاعك؟ هقولك افكار كتير ممكن تساعدك. اول حاجة ممكن تستثمر فيها في رمضان هي انك تعمل خيمة رمضانية بتقدم وجبات الفطار والسحور. وعلى فكرة معظم الاحياء في المدن بتوفر ساحات للايجار تقدر تستغلها في البيزنس ده. ولو امكانياتك بسيطة ممكن تعمل فود تراك. في رمضان الناس بتدور على اماكن ترفيه وتسلية بعد الفطار، ودي فرصة مهمة لو بتفكر تعمل خيمة تقدم فيها فقرات فنية او ثقافية. اكيد هتلاقي عليها اقبال كبير. طبعا بعد رمضان العيد، وده موسم مهم جدا لبيع الهدايا والملابس والاكسسوارات وكمان المستلزمات المنزليه. فلو عندك خبره ممكن تعمل اونلاين ستور تبيع فيه اي حاجه من دول. المهم تركز انك بتقدم حاجه بجوده كويسه واسعار تنافسيه. رمضان فرصه مناسبه جدا لاستثمار من نوع خاص، هو انك تستثمر في اولادك وممكن تشاركهم في بيزنس صغير من اللي فاتوا، وده هيساعدهم يعتمدوا على نفسهم ويتعلموا بيزنس وازاي يديروا مشروع. وطبعا اوعدهم بنسبه من الربح عشان يعيدوا بيها، ولو هم كبار شويه يا ريت تدعمهم يعملوا مشروعهم لوحدهم. حاجه كمان مهمه، ممكن نجاح اي مشروع من دول في رمضان يستمر معاك ويبقى بدايه لبيزنس ناجح طول السنه. فلو قررت تستثمر في رمضان ابذل مجهود ان مشروعك ينجح. قول لي في الكومنتس ايه اكتر بيزنس من دول يناسبك في رمضان.